أهلا بيكم. النهاردة بنكمل كلامنا في سلسلة رحلة في عقولنا، وهنركز على حلقة مهمة عنوانها بيقول تفكيرك هو أنت. العنوان ده بيوقفنا ويسأل، هو إحنا بنشوف نفسنا إزاي؟ يعني فكرتنا عن نفسنا دي جاية منين؟ والسؤال الأهم يمكن، هل طريقة تفكيرنا دي فعلا ممكن تغير حياتنا؟ ممكن ترسم طريق مختلف؟ تماماً. والمصدر اللي بنتكلم عنه النهاردة بيشاور على نوع تفكير منتشر جداً، ممكن نسميه التفكير العشوائي. مش معناه إن العقل واقف، لا هو شغال، ويمكن شغال زيادة عن اللزوم كمان، بس زي ما يكون ماشي وسط زحمة سير خانقة من غير وجهة محددة، دوشة جوه دماغ الواحد وخلاص. تعبير الزحمة ده حقيقي جدا. المصدر فعلا بيوصفها كده، إن العقل عمال يتنقل بسرعة بين 100 فكرة وفكرة، شوية يقلق من الشغل، شوية يفكر في كلام الناس، شوية يفتكر غلطة عملها زمان، حاجات كتير قوي في وقت قليل. والمشكلة الأكبر زي ما المصدر بيقول، إن ممكن الواحد أصلا مش عارف هو عايز إيه في الآخر، تايه يعني. بالظبط، هو ده. طب ليه ده بيحصل؟ المصدر بيرجع ده لكذا سبب. أول وأهم سبب هو غياب الهدف الواضح. لما الواحد مش راسم لنفسه طريق، طبيعي يتوه. منطقي جدا. السبب التاني التشتيت الرهيب اللي بقى في حياتنا. السوشيال ميديا بقى، الإشعارات طول الوقت، صعب قوي الواحد يركز. دي حقيقة كلنا عايشينها. وكمان قلة الوقت اللي بنديه لنفسنا بجد، وقت هدوء كده نفكر فيه نراجع نفسنا، ما بقاش فيه الوقت ده تقريبا. وفي نقطة تالتة مهمة، يمكن مش واضحة قوي، وهي الخوف. الخوف؟ الخوف من إيه؟ الخوف من الفشل، أو حتى الخوف من إن الواحد ياخد خطوة بجد. فالعقل يمكن بشكل لا واعي يهرب إنه يفكر في المهم، ويروح لأي أفكار تانية تملى دماغه وخلاص. ياه، يعني التفكير العشوائي ده ممكن يكون طريقة هروب؟ طب ده خطير بقى. يعني الموضوع مش مجرد إزعاج ودوشة جوه الدماغ. المصدر بيقول إيه عن خطورته؟ للأسف لأ، هو أخطر من كده بكتير. أول حاجة، ده استنزاف فظيع للطاقة، طاقة ذهنية ووقت بيروحوا على الفاضي. أكيد. تخيل المجهود ده كله في اللاشيء. بالظبط. تاني حاجة، بيأثر جدا على القرارات. الواحد اللي دماغه زحمة كده بيبقى متردد، مش عارف ياخد قرار صح. دايما محتار. أيوة، وكمان بيحس بإرهاق ذهني مستمر حتى لو جسمه مرتاح. لكن الأخطر بقى، والمصدر بيركز عليه قوي، إن الموضوع ده ممكن يوصل الواحد إنه يشك في نفسه، يشك في قدراته. إزاي؟ يبدأ يسأل نفسه، هو أنا ليه مش ناجح؟ ليه كل حاجة صعبة؟ ويدخل في دايرة لوم للنفس وجلد ذات ملهاش آخر، كأن الفوضى اللي جوه بتعميه عن أي حاجة كويسة. كلام يخض بصراحة. كأن العقل المش مترتب ده بيخلي الحياة كلها شكلها مش مترتب. طيب، في أمل؟ المصدر بيقدم حلول مخرج من الزحمة دي؟ أكيد فيه. وهنا المصدر بيقدم روشتة علاج، بتجمع بين خطوات عملية ومنظور أعمق شوية. أول خطوة، ودي الأساس، تحديد الهدف. الواحد لازم يقف ويسأل نفسه بجد، أنا عايش ليه؟ إيه غايتي؟ وهنا في لفتة قرآنية جميلة في المصدر بتوضح النقطة دي. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ مجرد الإحساس إن لوجودك معنى وهدف، ده بيفرق كتير قوي في توجيه التفكير. يعني أول خطوة نعرف إحنا رايحين فين. تمام. وبعدين؟ الخطوة التانية هي تنظيم الوقت والتفكير. الموضوع مش محتاج تعقيد، جدول بسيط نحدد فيه وقت للشغل بتركيز، وقت للراحة، وحتى وقت للتفكير الهادي أو المراجعة. وفي مقولة عظيمة للإمام الحسن البصري المصدر بيستشهد بيها: نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. يا سلام، حكمة بليغة فعلا. يعني لازم نوجه إحنا طاقتنا دي بدل ما هي اللي توجهنا. بالظبط كده، لازم نكون إحنا اللي سايقين، مش هي اللي سايقانا. هل في خطوة تالتة أو عنصر مساعد تاني بيقدمه المصدر؟ في عنصر ثالث، وهو المحور الأساسي اللي بيربط كل ده ببعضه: القرب من الله والاستعانة به. المصدر بيعتبر إن ده هو المرساة الحقيقية في بحر الأفكار والحياة المتقلب ده، هي اللي بتدي السكينة والطمأنينة للقلب والعقل. وبيستشهد بالحديث الشريف: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. الله، استعن بالله ولا تعجز. نعم. الاستعانة بالله بتدي قوة داخلية وتوفيق،
وبتساعد الواحد إنه يتغلب على إحساس العجز أو التشتت، كأنها بتلم كل الخيوط دي وتربطها بمصدر القوة الحقيقي. يبقى الخلاصة اللي ممكن نقولها من الجزء ده في المصدر إن العقل ده عامل زي العدسة، لو مش نظيفة وموجهه صح الصورة هتطلع مشوشة. والبداية هي إن الواحد يبدأ يختار أفكاره بوعي بدل ما يفضل ماشي وراها وخلاص. مظبوط. القوة مش في إننا نوقف تفكيرنا، ده مستحيل. القوة في إننا نوجهه صح. لما الواحد يمسك دفة أفكاره ويوجهها لهدف واضح وبطريقة منظمة، ده بيفتح له أبواب تانية خالص في فهم نفسه وفهم الدنيا. فعلا كلام مهم جدا ويستحق إننا نقف عنده ونطبقه. لكن رحلتنا في استكشاف أنواع التفكير زي ما المصدر بيعرضها لسه مكملة. المرة الجاية بإذن الله هنتكلم عن نوع تفكير تاني المصدر بيعتبره أخطر، مش مجرد زحمة، لا، ده أقرب لسجن. سجن الواحد بيبنيه حوالين نفسه بأفكاره وبيحبسه وبيخليه يشوف كل حاجة سودة. استنونا في الحلقة الجاية واللي المصدر مسميها سجن أفكارك عشان نكمل الرحلة دي سوا.